لو عندك بيزنس اونلاين وما بتقيسش الارقام دي فانت غالبا ماشي بعين مغمضه. تعال بقى اقول لك 3 مستويات مهمه جدا لازم تتابعهم في اي بيزنس ايا كان ايه البيزنس اللي انت بتمارسه. اولا الماتريكس والحاجات بتاعه التسويق الالكتروني او التسويق الرقمي، الديجيتال ماركتنج. اول حاجه لازم تاخد بالك منها دايما موضوع السي تي ار او الكليك ثرو ريت. دي نسبه الناس اللي بتبقى شافت الاعلان بتاعك وضغطت عليه او خدت اكشن عليه. لو السي تي ار بتاعك ده ضعيف، رقم قليل يعني ضعيف، الرساله نفسها ممكن تكون مش جذابه، ممكن يكون في مشاكل في التارجت اودينس، ممكن يكون في مشاكل في نوع الماتيريال نفسها. يعني انت مثلا كان المفروض تعمل فيديو وانت عامله اعلان صوره او اعلان تكست او الى اخره. عوامل كتير قوي يعني هنتكلم عنها في فيديو مستقل ممكن تكون هي السبب ان السي تي ار بتاعك ضعيف. السي بي سي او الكوست بير كليك ده انت بتدفع كام مقابل كل ضغطه. يعني كل ما الرقم ده بيقل كل ما اعلانك بيبقى افضل او اعلانك بيبقى اذكى. السي بي ام او الكوست بير امبريشن ده التكلفه على كل 1000 ظهور. ده مهم جدا عشان تعرف السوق بتاعك غالي ولا رخيص والدنيا ماشيه ازاي. المحتوى اللي انت بتقدمه مناسب ولا انت محتاج تغير في المحتوى بتاعك او كده. دول 3 ارقام كده سريعه. طبعا في حاجات كتيره في الديجيتال ماركتنج مهمه جدا احنا قلناها يمكن في الفيديوهات بتاعت البسيطه اللي فاتت. عندك طبعا السي ار او الكونفرجن ريت، عندك الار او اس الريتيرن اون سبند، عندك حاجات كتير قوي 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 مهمه، ولكن انا بختصر لك الامور ان دي الارقام اللي انت ممكن تبص عليها بسرعه. بخلاف كمان نوع الحملات. يعني انت لو عامل حمله مثلا حمله كونفرجنز او حمله تحويلات او حمله مبيعات او حمله كده، فانت محتاج على طول تركز في السي ار وبرضه تبص على ال3 عوامل اللي احنا اتكلمنا فيهم دول لان هم مؤثرين جدا على باقي الماتريكس. الماتريكس بقى اللي خاصه بالمبيعات قوي، كونفرجن ريت، نسبه الناس اللي دخلوا واشتروا كده. لو عندك طبعا زيارات كتير ومفيش شراء اعرف ان المشكله ممكن تكون في الصفحه، في العرض، في الجمهور المستهدف، في حاجات كتير برضه. الكاك او الكوست اوف اكوايرنج كاستمر او اكوزيشن ايا كان التعبير، تكلفه الحصول على عميل جديد. دي حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها ولازم تظبطها كويس في شغلك. لازم تكون دايما اقل من الربح اللي جايبه العميل. الاي كوميرس ماتريكس بقى في طبعا الاي او في او الافريج اوردر فاليو. ده مهم جدا. كل جنيه بتحطه اعلان بيرجع لك كام. لو اقل من 2 او 3 راجع حملاتك فورا لان اكيد في مشكله ما عندك. ال تي في او اللايف تايم فاليو زي ما قلنا قبل كده، العميل ده هيدخل لك كام طول فتره تعامله معاك. لو ال تي في ده اعلى من الكاك بتاعك فانت اكيد في الامان. خلاصه يعني من الاخر، مش اهم حاجه تجيب ترافيك، اهم حاجه هي اللي بتجيب بروفيت. فانت ركز دايما في الماتريكس والامور والقرارات اللي في الحمايه بتاعتك اللي تجيب بروفيت. الارقام دايما مش معقده بس اللي بيفهمها دايما هو اللي بيكسب. فاتمنى ان انتوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الكلام ده وتابعونا برضو في بسيطه. احنا هنتكلم كتير قوي عن ماتريكس ومفاهيم وعن حاجات كتير قوي قوي تفيد الناس اصحاب البيزنس والناس اللي لسه بتعمل